طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. جهود مبشرة في توسع الخدمات الاجتماعية في مديرية قلب. تنظيم انتخابات إدارات الضواحي في مديرية مندفرة. جهود لمحاربة العادات الضارة في مديرية حقات. 15 قتيلا بهجوم داس في نيو إيرلاندز. بنما تحتفل بذكرى تسليم قناة بنما وسط تهديدات ترامب باستعادتها. عام 2024 كان الأعلى حرارة منذ العام 1901 في الهند. من العناوين إلى التفاصيل. أفاد مدير مديرية قلب السيد عثمان آدم أن الحكومة قامت بأعمال مشجعة لتوسيع نطاق تغطية الخدمات الاجتماعية. وأشار السيد عثمان في إفادته لوكالة الأنباء الإريترية إلى أن عدد المدارس ارتفع من 2 إلى 47 خلال سنوات الاستقلال الماضية، إلى جانب ضمان موارد المياه والخدمات الصحية بفضل الجهود التي بذلت في مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وأضاف أن المرافق الصحية المتكاملة في محلاب وقلب ومزبات ومرات ومزين مكنت الناس من الحصول على الرعاية الصحية عن قرب. وأشار إلى أن تطور البساتين والأنشطة الاقتصادية جديرة بالثناء، وأن هنالك ما يكفي من المنتجات الزراعية للمنطقة لاستخدامها في أسواق المناطق المجاورة، بالإضافة إلى المبادرة التي قام بها المواطنين لصيانة طريق أفعبة قلب البالغ طوله 45 كيلومترا. وفيما يتعلق بخدمات الاتصالات، قال السيد عثمان إن المواطنين يحصلون على خدمات الهاتف المحمول باستثناء بعض المناطق، كما أن مصابيح الطاقة الشمسية مثبتة في الشوارع تقدم خدمات جديرة بالثناء. وفيما يتعلق بالمياه، أفاد أن حفر محطة توزيع تم الانتهاء منها بالفعل في ديسمبر عام 2024، ولم يبقى سوى مد الأنابيب. كما تساهم السدود التي انشأت في مرات ومصبات في توفير المياه الاستهلاك المنزلي والرعي. وتقع مديرية قلب على بعد 60 كيلومترا شمالا من مدينة كران، وتتكون على من 11 إدارة ضاحية، ويسكن فيها أكثر من 63 ألف مواطن. أكد مدراء 15 ضاحية تم انتخابهم في الفترة من 18 إلى 29 من ديسمبر في مديرية مندفر على العمل المتفاني لخدمة المواطنين، منادين الشعب للتعاون معهم خلال فترة عملهم من 3 سنوات. وقد تم في عملية انتخاب 30 إداريا ضاحية و112 من لجان القرى و102 من محصلي ضريبة المواشي. وقال مدير مديرية مندفر السيد سكيزياس وهبات أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس الوعي المتنامي، مشيرا إلى أن المرأة كانت أكثر من نصف المنتخبين في الإدارة. تم التأكيد في الاجتماع الذي عقد في مديرية حقات في 31 من ديسمبر المنصرم أن الجهود ستبذل باستمرار في محاربة العادات الضارة. وهدف اللقاء التنويري الذي ركز على الطلاب لتعزيز دور الشباب في محاربة العادات الضارة وتنوير ورفع وعي المجتمع عامة والمرأة خاصة، والتعرف على الأضرار النفسية والجسدية الوخيمة التي تسببها هذه العادات. نظمت الحملات التوعوية بتعاون مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وفرع اتحاد المرأة في المديرية. وناشد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية بإقليم عنسبة العقيد تسفا سينجرماي الجهات المختصة أن توعية الشباب والمجتمع مهمة شاملة، وتتطلب التعاون ما بين المؤسسات وفئات المجتمع المختلفة لرفع الوعي وتوريث القيم. وأضافت الأنباء أنه أقيمت منافسات المعلومات العامة بين طلاب المدارس الثانوية التي ركزت في هذا الصدد. أفادت الأنباء الواردة من هابور أن 80% من السكان يحصلون على المياه النظيفة بفضل الجهود المتواصلة لتأمين مصادر مياه الشرب. وأكد مدير مديرية هابور السيد فتوي قبر مثقل أنه تم توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والتعليم والاتصالات وغيرها في معظم المناطق التابعة للمديرية. وأضاف أنه تم تزويد 9 قرى من أصل 11 قرية بالمياه، مضيفا أن العمل جاري على القرى المتبقية.
وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، أفاد السيد فتوي أن هنالك 36 مدرسة بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وأن برامج محو الأمية تسير بشكل جيد إلى جانب توفير مركز صحي و3 عيادات محلية التي تقدم خدمات صحية للمواطنين بصورة جيدة. وأوضح السيد فتوي أن أنشطة الحفاظ على المياه والتربة في حقول المزارعين وتعزيز عائدات الضرائب على الأراضي والماشية ومراقبة إدارة المياه والإيرادات هي من بين الخطط الرئيسية للعام 2025. دعت إدارة مدينة مصوع في الاجتماع الذي عقدته يوم 31 من ديسمبر إلى العمل لتحصيل الضريبة المواشية لزيادة الإيرادات. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية مصوع السيد تولي تسفازقي في الشرح الذي قدمه تجميع كميات كافية من المياه في العام 2024 نتيجة قصارة الأمطار في الهضبة. وقد بلغ مد خطوط المياه من دغولي إلى مصوع الذي نفذه مشروع الدهلو مرحلة الاكتمال والقيام بدراسات اللازمة لمد أنابيب المياه داخل مصوع. وقدم المشاركون خلال المناقشة اقتراحات وتوصيات للدفع بالنظافة البيئية والتشجير وزيادة محطات توزيع الغاز والاهتمام بمؤسسات الخدمات الاجتماعية القديمة والحد من الضوضاء التي تخرج من المرافق الخدمية. وقال مدير مدينة مصوع السيد هيلي أسفهان زيادة مصادر إيرادات المدينة وإصلاح الطرق ومحطة الحافلات وتوسيع مركز الشتول ورفع الإيرادات الرياضية وبناء دورات المياه العامة والتشجير هي من بين الخطط التي سيتم تنفيذها خلال العام 2025. فاصل قصير مستمعينا الأفاضل ونتابع الأخبار على الصعيد العالمي. أفادت شبكة إخبارية أمريكية أن 15 شخصا قتلوا وأصيبوا العشرات بعد أن دهس السائق بشاحنة حشد من الناس ثم أطلق النار عليهم أثناء احتفالهم برأس السنة في الحي الفرنسي في مدينة نيو أورلاينز الأمريكية. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي FBI أنه يحقق في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا. وقال عمدة نيو أورلاينز أن حادث الدهس الذي سقط فيه عدد كبير من الضحايا في اليوم الأول من العام الجديد هو هجوم إرهابي. وأفادت وسائل الإعلام في وقت لاحق بمقتل منفذ الهجوم. وكشف المكتب عن العثور على عبوتين ناسفتين في نيو إيرلاينز وإبطال مفعولهم. وقال لا نعتقد أن المشتبه به في هجوم شاحنة نيو إيرلاينز هو المسؤول الوحيد، طالبا المساعدة من الجمهور في تعقب الشركاء. احتفلت بنما بالذكرى 25 لتسليم قناة بنما من الولايات المتحدة في وقت يهدد فيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باستعادة القناة. وقال رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو في هذا اليوم المميز نشعر بمزيج من السعادة لهذه الذكرى 25 لوجود القناة بين أيدي البنميين، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية. وتأتي الذكرى هذا العام في الوقت الذي يعترض فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما لاستخدام الممر المائي الذي يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وصرح بأنه إذا لم تتغير الأمور بعد توليه منصبه في أواخر يناير المقبل فسنطالب بإعادة قناة بنما إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل وبسرعة ودون نقاش. أعلنت إدارة الإرصاد الجوي الهندية أن العام 2024 كان الأكثر حرا منذ العام 1901 في ظل ظروف الطقس الحادة التي يشهدها العالم ويغذيها التغيير المناخي. وقال المدير العام لإدارة الإرصاد الجوي الهندية للصحفيين إن العام 2024 كان العام أكثر حرا الذي يتم تسجيله منذ سنة 1901، مضيفا أن المعدل السنوي لحرارة الجو فوق اليابسة في أنحاء الهند كان أعلى ب 0.65 درجة مئوية عن المعدل على المدى الطويل. وأفادت الأمم المتحدة الشهر الماضي بأن العام 2024 سيكون الأكثر حرا الذي تم تسجيله على الإطلاق بعد عقد من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. وأدى تغيير المناخ إلى ظروف طقس حادة وارتفاع درجات الحرارة العالمية في العام 2024، وهو ما يغذي بدوره الكوارث الطبيعية التي خلفت أضرارا تقدر كلفتها بمليارات الدولارات.
تذكير بالعناوين مرة أخرى. جهود مبشرة في توسع الخدمات الاجتماعية في مديرية قلب. تنظيم انتخابات إدارة الضواحي في مديرية مندفرة. جهود لمحاربة العادات الضارة في مديرية حقات. خمسة عشر قتيلا بهجوم داست في نيو إيرلاندز ومقتل المنفذ. بنما تحتفل بذكرى تسليم قناة بنما وسط تهديدات ترامب باستعادتها. عام 2024 كان الأعلى حرارة منذ العام 1901 في الهند. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.